اخلط هذا مرة واحدة فقط. وداعا للرؤية غير الواضحة والضبابية، سوف تستعيد رؤيتك بشكل طبيعي وسريع. أنا متأكد أنك لا تستطيع تخيل فوائد الجمع بين هذه المكونات. بالإضافة إلى ذلك، الأفضل هو أنها منتجات نستخدمها بشكل متكرر في حياتنا اليومية. هذا الخليط هو الأفضل للعناية برؤيتنا بشكل طبيعي. اتبعني حتى النهاية وسوف تشكرني كثيرا. للبدء في هذا العلاج القوي سنستخدم 2 ليمون. يفضل أن يكون ناضجا. سنقطعه إلى قطع صغيرة بأكملها بدون إزالة القشور. الليمون هو غذاء غني بفيتامين سي، الذي هو مضاد أكسدة حيوي للعيون، وتقدم فوائد للصحة البصرية، ويقلل من خطر الساد وتدهور الشبكية المرتبطة بالعمر. إذا كانت هناك أشخاص في عائلتك يعانون من مشاكل في الرؤية، جاءت هذه الفيديو في الوقت المناسب بالنسبة لك. يساعد عصير الليمون في تقليل الالتهاب وتقليل الانتفاخ والكدمات. تحتوي هذه الحمضيات على تركيز عالي من فيتامين سي، مضاد أكسدة قوي يمنع التلف الأكسدي للخلايا. يساعد على تعزيز تكوين الكولاجين في الجسم، ويحسن مرونة البشرة. للاستفادة من أحد أكبر مزاياها، يمكنك القيام بهذا العناية في المنزل عدة مرات في الأسبوع لتحسين نتائجك. أيضا 3 فصوص من الثوم التي سنقطعها إلى قطع صغيرة. هنا يساعدنا في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي وغيرها من الأمراض العينية. يعتبر الثوم من أفضل الأطعمة للتحكم في ضغط الدم العالي وارتفاع الكوليسترول. ظروفهم مرتبطة بشكل وثيق بإصابات العين وفقدان الرؤية. بعد قطع الثوم تماما، دعونا نضيف المكونات في وعاء زجاجي مع غطاء. وسوف نضيف الليمون والثوم المخلل. الثوم يحتوي على مواد كبريتية ومضادات الأكسدة التي تقلل من تصنيع الكوليسترول. في حالة ظهور أعراض فقدان البصر، ينصح بمراجعة طبيب العيون للحصول على تشخيص وعلاج في الوقت المناسب. بعد إضافة العسل، سنستخدم ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون لأنه ممتاز في منع العمى. استخدام مستحضرات التجميل الطبيعية لدينا حول العينين يعطي مظهرا أكثر إشراقا وحيوية. بالإضافة إلى ذلك، قوته المضادة للأكسدة على المدى الطويل تساعد في حماية البشرة من الأضرار التي يسببها الاعتداء البيئي، نقص في النوم أو علامة على التعب. النصائح التي نقدمها لك هنا تكمل صحتك. لا تنسى أبدا مراجعة طبيبك العائلي. نأمل أن تجرب هذه الوصفة لأنه يعمل حقا والنتائج مذهلة. هذه وصفة فعالة جدا للرؤية المبهمة. ستستعيد رؤيتك بطريقة أكثر طبيعية وسرعة. خذ ملعقة من هذا الدواء كل صباح لمدة شهر، وستندهش من النتائج. إذا كان هذا النصيحة جيدة لك، فإنها قد تكون جيدة أيضا لأصدقائك وعائلتك. سأبقى هنا. قبلة كبيرة. ابقى مع الله.